ومين قالك إنها تحت رحمة سحره؟ ده كلام سميح للست صفاء. قال لها إنه رحاب مش تحت رحمة سحر صابر. هل ده معناه الكلام اللي أنا قلته لكم قبل كده إن ده وهم منهم عايزين يوهموا صابر إن هو عمل سحر لرحاب، وفي الحقيقة إن هو ما عملش سحر لرحاب ولا حاجة، وسميح هو اللي عمل ده كله؟ ولا صابر لما رأى رحاب شفاها من السحر اللي هو كان عامله ومكمل معاها بقى سميح على إنه لسه تحت السحر، تحت تأثير السحر؟ هنعرف. سقفة كبيرة لموت، سقفة كبيرة لموت. عرف صابر إن علي ابن منال مات، يعني هو من الأموات زي بقية الأموات اللي سميح مطلعهم. والأحلى بقى والأحلى إن صابر أصلا ما طلبش منه مساعدة، ده موت راح لصابر في الوقت المناسب عشان يوريه إن علي مات. قال له استنى قبل ما تعمل أي حاجة لازم تشوف بقى، ووراه إن علي مات، وإلا كان صابر أكيد هيبقى ليه تصرف تاني غير اللي حصل ده. صابر طبعا لما عرف إن هو أصلا مات اتصرف بقى بهدوء أكتر، وراح لقى رحاب وهو بيرقي رحاب. لو تشوفوه كان ندمان، كان زي ما يكون بيستغفر ربنا على اللي هو عمله، لانه طبعا فاكر ان هو عمل سحر لرحاب. احنا لحد دلوقتي ما نعرفش الحقيقه ايه، ولكن هو كان ندمان جدا وبيستغفر ربنا وهو بيرقيها. لقى رحاب ومشي، خد منال وراح عشان يحاول يقنع منال وحسن ان علي مات وان علي من الاموات زيه زي الباقي اللي طالعين لهم. بس هم طبعا ولا حياه لمن تنادي، والفتنه دي الحقيقه هي من اكبر الفتن اللي هتحصل وقت المسيح الدجال، ان هو احياء الموتى، يعني انه يطلع ميتين وكانه يعني ايه بيحيي الموتى. فدي فتنه كبيره جدا جدا، ربنا يا رب يعافينا كلنا منها، فمش اي حد هينجو من الفتنه دي. وللاسف سميح اقنع نورهان وفتنها بنفس الفتنه احياء الموتى، ان هو يرجع لها باباها اللي هي المفروض قتلته. بيقنعها ان هو عشان يرجع لها باباها وورى لها باباها طبعا، المقابل ان هي تقتل دكتور صبحي. ونورهان اتفتنت بالفتنة وراحت عشان تقتل دكتور صبحي. وفي نفس الوقت دوت سميح أقنع رجائي عن طريق ان هو دخله في حلم على انه يشنق نفسه، لان رجائي مرضاش يمشي في نفس الطريق بتاع سميح ورفض. فسميح دخله في حلم كده على انه يشنق نفسه، بس الحمد لله صابر لحقه على اخر وقت ودخل في غيبوبة في الاول كده وبعد كده فاق. كمان في نفس الوقت راحت له دليلة، راحت لصابر دليلة وقالت له الحق دكتور صبحي. طبعا نورهان كانت راحت له وهو راح له في الطريق، ولكن موت راح عشان ينقذ دكتور صبحي، قام خلى نورهان تموت نفسها. السكينة دخلت في نورهان. فأنا أعتقد إن صابر لما يروح ويلاقي موت عمل كده هيعمل منه بطاطس محمرة.